مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم بنو، وده فيديو جديد كالعاده. اتمنى تكونوا كويسين ومبسوطين. نتكلم مع بعض النهارده عن ابلكيشن ماني فلوس. الابلكيشن ده هو الابلكيشن اللي نقل وغير 180 درجه الفكره بتاعت الجمعيات بتاعت زمان. لما اتذكر انا وصغير لما كنت اسمع او اعرف كلمه جمعيه، كنت الجمعيه بالنسبه لي كانت عباره عن كيس او حصاله ورقه فيها اسماء الناس، فيها مواعيد الناس بتدفع، اللي دفع بنعلم عليه صح، اللي ما دفعش ما بنعملش عليه علامات صح. وانا فاكر حاجه زي كده، ان تقريبا انا صغير دخلت في حاجه شبه كده، اللي هم احنا صغيرين يعني، اللي هو بتحوش جنيه ولا 75 قرش ولا 50 قرش زمان، يعني كنا بنحطهم في الكيس. كنا زمان نستخدم الجمعيه بالشكل ده، اللي هو الفلوس بتتحط في كيس او بتتحط في علبه او بتتحط في حصاله، ايا كان المسمى اللي انت حابب تسميه، كشكول او كراسه فيها اسماء الناس المشتركه، اسماء الناس بتدفع، كم دفعه، وكل واحد ميعاده امتى، والكلام ده كله. وكان كل مره الجمعيه بتبقى مع حد كفلوس تتلم، يعني انا اللي بلمها المره دي وانت تلمها المره الجايه وهكذا. ماني فلوس بقى اخذ الموضوع في حته ثانيه خالص. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى ديجيتالايزد، يعني بقى شكل ديجيتال، بقى ابلكيشن من موبايلك، بقيت تقدر تتابع القبض بتاعك امتى، بقيت تقدر تتابع الدفعه الجايه بتاعتك هتدفع امتى بالظبط، يومين تدفع عن طريق الكارت البنكي بتاعك بدون ما تبقى شايل هم هودي الفلوس امتى للراجل واقابله فين والكلام ده كله. لا، انت من تليفونك، انت قاعد في البيت يا معلم على الانترنت بتدفع الفلوس اللي انت المفروض تدفعها بتاعتك في الشهر ده. مش كده وبس، لا، الابلكيشن شال منك حته ان لو واحد طلع الجمعيه باظت، لا، هو ماسك بقى الحته الاداريه دي. فالفكره طورت جدا. ده اللي احنا بنتكلم عنه، ان احنا نحاول دايما نشوف الحاجات التقليديه اللي حوالينا وندخل الديجيتاليزيشن او نستخدمها بشكل رقمي. الابلكيشن بصراحه يعني اخد فكره الجمعيه في حته ثانيه خالص، والموضوع سهل جدا. انت تقدر تدخل في الجمعيه وانس انك انت تنزل ابلكيشن. بعد ما تنزل ابلكيشن بتعمل ساين اب عليه عادي خالص، وطبعا زي اي ابلكيشن مالي بتسجل عليه. توقع انه هيحتاج منك البطاقه بتاعتك تصورها وش وظهر، وتصور شكلك انت او وشك. بيحتاج منك رقم موبايلك، ده اكيد طبعا. بيحتاج منك مصدر الدخل بتاعك، انت المفروض بتقول له انا مصدر دخل ايه، او مرتبي كام، او شغال ايه. كل دي حاجات بتساعد اداره الابلكيشن نفسه ان هي تدي لك ليميت تقدر انت تدخل بيه جمعيه. بمعنى ايه الليميت ده؟ انا ممكن ادخل جمعيه بمليون جنيه؟ طبعا ما ينفعش، لان المليون جنيه لو هتقسمها على سنه فيها مبلغ انا اخاف اقوله اصلا. عشان كده هو بيعرف منك دخلك كام، شغال ايه، بحيث انه يقدر يحدد لك ليميت تقدرش انت تزود عليه. يعني مثلا لك انت اخرك في الشهر تدخل جمعيات ب 3000 جنيه. لو انت عايز تقسمهم في جمعيه واحده او تخليها في جمعيه واحده او تقسمهم على كذا جمعيه، اتس اب تو يو، على حسب ما انت تحب تدخل في الابلكيشن وتوك ثرو جوه الابلكيشن فتفهم الدنيا ماشيه ازاي. هو بيدي لك الليميت بتاعك بناء على انت اديته له. كارنيه بتاع نادي من النوادي اللي انت مشترك فيها، لو انت من جماعه بتشترك في النوادي في معاك كارنيه، ممكن تابلود صوره الكارنيه ده، فهو بيديك برده ليميت زياده. اتس اب تو يو. بس الابلكيشن جماله بقى في الحته اللي انا عايز اقولها لك دلوقتي. بس قبل ما اقولها لك، لو انت مكمل معايا الفيديو لغايه دلوقتي يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي لسه ممكن ما يكونوش عارفين الموضوع ده، او لو انت حابب تشارك الفيديو ده مع اي حد من اللي انت حابب ان هو يدخل في فكره الجمعيه او لسه بيمارس الجمعيه بالشكل التقليدي الزماني لغايه دلوقتي، فتقدر تشارك الفيديو معاه كنوع من انواع بتقول له بص شوف الموضوع بيتغير حواليك. مستني رايك في الكومنتات، ولو انت مش مشترك في القناه اكيد هتشترك في القناه. الجميل بقى في الابلكيشن زي ما كنت بقول لك، والفيتشرز الزياده اللي فيه، انك انت تقدر تحدد انت عايز تدفع كام في الشهر، تقدر تحدد انت عايز تقبض كام، تقدر تحدد انت عايز تقبض كام امتى كمان. يعني انت مش هتلاقي اريح من كده. بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا انا عايز ادخل جمعيه هدفع 500 جنيه وعايز اقبضها في شهر 3، هقبضه مثلا كذا. يعني انت بتدرب وقت على حسب انت داخل في يعني في شهر كام. لو انت داخل في شهر 3 وعايز تقبضه من السنه الجايه، فانت 12 شهر 500 جنيه التوتال ده هو الجمعيه بتاعتك. ده يعني اتس ايزي. بس ده مش دايما بيكون موجود في الابلكيشن بتاع ماني فلوس. احيانا بتلاقي فيه عروض. نفترض مثلا انك انت الجمعيه بتاعتك كانت هتاخدها في الاخر خالص 10000 جنيه، انت ممكن تاخد في مثلا 10%. ال 10% دي بتتقسم، بمعنى انك انت بتبقى في الاخر خالص ما دفعتش ال 10000 كامله، لا انت دفعت اقل منها بس اخدت 10000. ودي حاجه ما كانتش موجوده زمان اكيد في الشكل العادي بتاع الجمعيه بتاع زمان. في فيتشر ثانيه او حاجه ثانيه ظريفه برضو بتلاقيها في وقت من الاوقات. هو المفروض ان الابلكيشن طبعا عشان بيدير لك الفكره او الموضوع بتاع الجمعيه وماسك الهيدك بتاع انه حد طلع والكلام ده كله، بيبقى في حاجه اسمها ادمنستريتيف فيز او ادمن فيز او مصاريف اداريه. احيانا بتلاقي في نوع من الجمعيات بتبقى المصاريف الاداريه فيه زيرو، او بمعنى ثاني بتبقى اقل شويه، لان هو المفروض يكون في مصاريف اداريه. لما انا اتكلمت معاهم كان دايما بيبقى في مصاريف اداريه، بتبقى بتختلف. لو انت هتقبض الدور الاول تبقى المصاريف الاداريه عاليه جدا، تقبض في الاخر خالص ممكن تلاقي مصاريف اداريه زيرو، على حسب الوضع اللي انت بتشترك فيه في الجمعيه. وانا من واقع ان انا اتمشيت شويه في الابلكيشن وبصيت بصه، اقدر اقول لك ان العروض اللي انت بتلاقيها دي اكاد اجزم انها سببها ان في ناس طلعت. بمعنى ايه؟ بتلاقيه بيدي لك عرض عن انك انت تدخل جمعيه دلوقتي وهتاخد مثلا زيرو ادمن فيز وهتقبضها في شهر 3 اللي جاي او في شهر 4 اللي جاي، لسه كده بدري عليها. اعتقد العرض ده بقى متاح دلوقتي علشان في حد طلع ما قدرش يدفع المفروض يدفع كل شهر. فده يعني تخمين من انا شخصي، مش دي معلومه مؤكده ولا حاجه، بس اعتقد ده سبب ليها. ودي كيوزر انت كمستخدم انت بتستفيد منها. يعني انت هتستفيد
تستفيد من فكره. تتخيل انك ممكن تقبض جمعيه 100,000 انت ما دافعش اصلا 100,000، دافع اقل منها، يعني دي حاجه حلوه انت ممكن تنبسط انك انت تكون بتستخدم الابلكيشن علشانها. في بس حاجات عايز اقولها لكم كحاجات ثابته في الابلكيشن، وممكن برضو ابقى اقولها في صوره شورتس ثانيه بعدين. انت دايما الدفع بتاعك بيتم يوم من 1 ليوم 5 في الشهر، وفي فتره سماح تقريبا من يوم 6 ليوم 10 في الشهر تدفع. في المفروض في ال10 ايام دول تكون دفعت، بس هو المفروض الرسمي اول 5 ايام. لو ما دفعتش بعد اليوم العاشر في 11 لغايه اليوم ال15 في غرامه بتكون. انت اتاخرت بعدين بتضاف عليك غرامه ثانيه غير الغرامه الاولانيه. انا اول مره استخدم الابلكيشن ولسه كمان ما بداتش فعلي فيه، يعني انا يا دوبك سجلت. يعني انت المفروض بعد ما بتسجل بتشترك في جمعيه، ولما بتشترك في الجمعيه بيجي لك العقد عشان تمضي، وبعد ما بتمضي بيدفع الاكونت بتاعك وتبدا تدفع. انا بقى لسه في حته العقد دي والكلام ده، او استلمت العقد والكلام ده، ولسه في الاول خالص. بس فانت تقدر تختار جمعيه تحدد انك انت تقبضها في شهر 5، فده ما كانش موجود زمان كنت بتتصل باصحابك، يا محسن عايزين ندخل جمعيه مع بعض، يا محمد عايزين ندخل جمعيه مع بعض، طب استنى كده معانا محسن ومحمد، ففاضل ميشيل، يا ميشيل عايزين ندخل جمعيه مع بعض، يا كرولوس عايزين ندخل جمعيه مع بعض، يا ابتسام مش عارف ندخل. فلو واحد طلع تلاقي الجمعيه خربت. فدي الهيدك اللي بتاع زمان ده ما بقاش موجود. فعشان كده انا حبيت اشارك معاكم الابلكيشن. لو انت مكمل الفيديو دلوقتي ما تنساش لو عجبك الفيديو تعملوا لايك، ولو مش مشترك في القناه تنورني بالاشتراك. وانا بشكرك جدا جدا انك مكمل الفيديو ده لغايه دلوقتي، ده دعم كافي وكبير جدا بالنسبه لي. يا ريت تعمل لايك للفيديو لو عجبك، عشان ده بيفهم الجوريزم يوتيوب وبيخلي يوتيوب ترشح الفيديو ده لناس ثانيه. ولو انت عايز تساعدنا بنكست ستيب انك تقدر تشير الفيديو ده مع حد من اصحابك او على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتك، ده هيكون شرف كبير جدا لينا. ما تنساش تعمل سبسكرايب. مره ثانيه بفكرك لو مش مشترك عندنا في القناه، وتشغل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. كل اللينكات بتاعت السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي موجوده تحت في الديسكربشن، تبقى تتابعني هناك برضو. وفي النهايه ثانك يو فور واتشنج اند سي يو نكست فيديو. تيك كير باي.